حاضركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهديني الكرام. طبعا جينا لكم اليوم بفيديو جديد ماش ضروري من مقدمة هؤلاء والهبالة. اليوم أنا بالتيك توك بين أشوف التيك توك بالتلفون، دخلت لي على فرفوشة عدن. ايش الخبر؟ ايش الكلام هذا؟ معيش من يربيش. ايش الخبر هذا يا اصحاب عدن؟ وهذا عندكم. خلونا نرويكم اول مقطع لها ايش بتنزل من خبالة، من تفاهة، من ايش الكلام هذا؟ هذا عندكم يا اصحاب عدن. عب عليكم، احنا يمنيين ما يصبرش هذا الكلام. اولا لا ما تعرفوا ايش بيتهم ولا عين هي، وينو جارها، عينو صاحبها، عينو اخوها، عينو ابوها. عب عليكم. اولا شيء عادي عندكم يا اخي، عيب، احنا يمنيين. هذه بطلع تفتح لنا ثغرة البنات اليمن. بنات اليمن محتشمات وما عندنش هذا الكلام ولا ينزلينه، ولا في اي بنت بالتيك توك بتنزل من اليمن هذا الكلام الا عندكم يا اصحاب عدن. ندخل نشوف اول فيديو لها، ندخل نشوف. شوفوا الفيديو. اتجوزي الغني طالما كده قرف وكده قرف. والله ما قرف الا وجهش. ها شوفوا الشراب حقها، فردة من صحراء وفردة من يابسة. ايش هو الخبر هذا؟ طالما كده قرف وكده قرف. على الأقل لما تزعلي هتنزلي تركبي عربيتك المرسيدس وتروحي بيها على النادي بدل ما تركبي توك توك. هن ما يركبنش توك توك، ما يركبنش توك توك، ما ركبتي توك توك الا انتي وطلعتي من فوقه. ما يركبنش توك توك ابدا. شوف المقطع الثاني. يا خبر عب عليكم يا اصحاب عدن، والله عب عليكم. احنا يمنيين ومحتشمين. كل من ضابط عائلته داخل بيته، او شكل ابوش مات في الجبهة ولا مات في قصف. ما هو الخبر؟ نشوف الفيديو الثاني لها، التفاهة الثانية لها. يا جماعة، أنا اليوم فكرت بحاجة. أنا قلت ليش كل مرة نروح السوبر ماركت أو الجمعية ونشتري دجاجة؟ ليش كل يوم نشتري دجاجة ناكل دجاجة؟ طب والديك؟ صح في دجاجة وفي ديك؟ ليش ما نروحش نشتري ديك؟ ليش ما ناكلش ديك؟ لأن الديك تعب. الديك عايح نبها أنا في الحلق. قد انتي على دجاج يا بنت، أي حاجة تطلع براسك نزليها ديك دجاجة. ما هو الخبر هذا؟ نصيحتي لكم يا أصحاب عدن، اهجموا لهذه هجمة، انعثوها، طيروها من تيك توك. ورسالة لك يا تيك توك، بتدخل لنا هؤلاء الخبالة والتفاهة، بيدخلوا شنبات ينشروا حاجة تفيد المجتمع وتحضره. وهؤلاء ما عادش أنا قايل 2000 3000 مشاهدة. نكمل الفيديو. الديك إيش خانته؟ إيش موضوعه في الموضوع؟ الديك زايد فيه الشحوم، عسماني منه. يصحب عدن عب عليكم، والله انه عب عليكم. ما قدرتمش تضبطوا هذه، مكلف ما قدرتمش تضبطوها. وينو ابن خالها، اينو خالها، اينو عمها، ايني جدة الجدة حقها. ندخل نشوف الفيديو التافه والأخبل ذي مثل وجهها هذا. لما تروح على الدكان أو على السوبر ماركت شيء طبيعي بتشتري عصير أو ماي، فأنصحك نصيحة لما تيجي تفتح الغطاء حق العصير أو حق لحظة نشوف ايش كيف بتفتحه معها. اكيد فتحة جديدة. يا بنت عب عليش، بسم بالله لو انت عندنا في لا يقرحوا رجلش بعد الاولات. ذي كان نشرن حبيبة الروح يا حولا. انتم بسردون في مواقع السوشيال ميديا، تحدى اي واحد يطلع يقول ان عادهن ظهرن بعد هذا كله. وهذه معاه 3000 فيديو، وهلك نزلن فيديو ومحو آرهن من الوجوه. نشوف كيف بفتح لكم العلبة. شوي 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 هوبا. بعد كده بتشرب. كانوا ما رايش بعد ما يفتحها ايش عايف يرقص جنبها لحجي عيشرب. ركزوا لرجلها، لا عند رجلها. وقف الفيديو وركز عند رجلها. انا اظهر لكم دحين الفيديو. عينه كفي لابسه مثل وجهها. قلدكم الله هذا يسبر. هذا عندنا في اليمن، هذا عندنا في اليمن. ما اعتقدش انها عندنا في اليمن. اكيد هذه واحدة تشتي تشوه بسمعة بنات اليمن. بنات اليمن ما يظهرنش. بنات اليمن محتشمات. انا متأكد 100% ان هذه تشتي تشوه بسمعة اليمن، وانا اتحداكم تقولوا لي انها يمنية.
لحظة عاد أنا شفت واحد يمغث أم البطون ينعثه النعث، واحد عادو بيغني لها، وأكيد هذا معروف صوته في التيك توك. نشوف. أقسم بالله إنك مكلف ساعة. يا أخواني العدنيين، هذه التفاهة، هذه الهبالة، هذا المظهر، هذا الشكل مظهر يمنية. أنا أتحداكم، هذا الشكل وهذه البذاءة وهذا اللبس لبس بنات اليمن. والله ما عندك لا محتوى، لا أنت ولا هي ولا معكم من يضبطكم ولا من يربيكم، أنت وهي جماعة. مكلف ساعها، والله إنك مكلف ساعها. بدل ما تظهر عليها وتحشمها تزيد تغني لها يا مليح. ها لحظة رجعت لكم. شفت لها فيديو ذا الحين طازج جديد. نشوف الفيديو جماعة وبعدين ننتقد. قالوا لي ليش انت رافعة الراس وعيناكي قوية؟ قلت العفو، كلنا بشر، بس أنا من الأراضي اليمنية. أنا أتحداش وأتحدي أبوش أبايب أبوش إن أنت من اليمن. أتحداش وأتحدى جد أبوش. تشتي تنافسي في عبده؟ أتحداش. قالت لي من اليمن، بنات اليمن محتشمات، وهذه 1000 كلمة وأنا أقولها. لأني من الأراضي اليمنية. أتحدى أبوش وأب جد أمش وأنت يمنية يا بنت وهذا الفيديو طبعا بنظهره لكم. ها شوفوا. هذا المنديل لما يتبزق ما عاد يرجع، لكن الإنسان لما يتبزق يرجع. والله لو يبزقوش انتينه يبزقوش ما عاد رجعي ولا عاد تعودي التيك توك. لو في رجال يكسروا عارش ما عاد رجعي تيك توك يا محترمة. يصحب عدن عب عليكم. لا تخلوش هذه الحشرات تنمي عندكم، ولا تخلوا ولا تفكوا لهن مجال. والله عايش أمتن بسمعة اليمن وعاين هين سمعة اليمن وعاين نزلن كرامة اليمن للأرض. احنا اليمنيين دائما ننتقد، ما نشتيش حد ينتقد علينا وينتقد مكالفنا. عيب عليكم. احنا اليمنيين دائما ننتقد أبسط حاجة. كيف لو ما يجوا ناس من الخارج من الدول الغريبة وينتقدوا مكالفنا؟ ننتقدها نحنا ونسكتهن ونأدبهن أحسن من ما يجوا ينتقدوهن من دول الغرب. نصيحتي لكم يا أصحاب عدن، اضبطوها. عتشمت والله عتشمت. نشوف الفيديو هذا. الأول والأخير اليمنية هانا، اليمنية تاج على رأس أي واحد. صحيح، اليمنية هانا وتاج على رأس كل واحد، بس هذه هانا في الزبالة. هذه هانا في الزبالة يطرحها واحد هانا ومن أعلى جبل يضرب أبوها، من أعلى جبل، لأن أبوها ما عرف يربيها، وأكيد إنه مسوقي ساعها. قلنا لأبوها مسوقي أين أخوها، أين خالها، أين عمها، أين جيرانها. نتم نشوف الفيديو. الأول والأخير اليمنية هانا، اليمنية تاج على رأس أي واحد. من الآخر المرأة اليمنية ملكة. صحيح، اليمنية ملكة وتبقى على رأس كل واحد، بس هذه أكيد إنها حثالة من الاستعمار، إنها تحلب وتنمت وخرنثها وقعت. قعوا رجال يا أصحاب عدن، هذه رسالة مني لكم. والله نحن أخوة وما فيش فينا من هذا الكلام، ونحن يمنيين ويد واحدة. ما يصبرش نشوف هؤلاء يكبرين ويتنمن بعد 3-4 سنين وتخرج لنا ببنطلون، وأكيد إن قد بيحصل هذا الكلام. اضبطوهن يا أصحاب عدن. نحن يمنيين والله ما نشوف هذا الكلام ونسكت. عيب لو ما يجي ينتقدها واحد غيرنا. لهذا اضبطوها. لما قدرتم مش تضبطوها اتصل بس وانا اجي اوريها خاطركم. فضلا منك عزيزي المشاهد الاشتراك على قناة شعير يمنية وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بلايك ومشاهدة ممتعة.